هتغير بوجيهات وفلتر هواء وفلتر بنزين وهتنظف بوابة وهتنظف رشاشات، وكل ده في الفاضي. احنا هنتكلم النهاردة عن واحدة من أشهر المشاكل الموجودة ما بين ملاك العربيات، بس أنا محتاج منك تركز معايا كويس جدا. طيب المشكلة اللي هنتكلم فيها النهاردة دي إنه حضرتك بكل اختصار بتكون قاعد في عربيتك في أمان الله، وبدون أي مقدمات بتبدأ تستشعر وجود فايبريشن أو اهتزازات في العربية. يعني أنت واقف صلانسي عادي جدا في إشارة مستني حد، بدأت تلاحظ إن العربية فيها رعشة في الطارة بقى أو في الكرسي أو في الإزاز أو في الباب أيا كان، في اهتزاز مش طبيعي. وبمجرد ما بتبدأ تتحرك بعربيتك الاهتزاز ده بيروح ومفيش أي حاجة موجودة في العربية، وتبدأ ترجع تظهر تاني مجرد ما تقف بالعربية. المشكلة دي سببها حاجة من اتنين: يا إما عندك مشكلة في خليط الهواء والبنزين إنه ما بيتحرقش بشكل كويس الافشنسي بتاعته، أو الخليط مش ستيكيومتريك، فبالتالي هنا في اهتزاز موجود في العربية، في خلل في الخليط. يا إما إن أنا عندي مشكلة في قاعدة من القواعد. ركز في الكلام ده، والله الكلام ده بفلوس. طب أنا إزاي أكشف المشكلة الأولانية أو أتأكد؟ المشكلة الأولانية دي بتكتشفها أو دليل وجودها، ركز، إنه يكون عندي مشكلة في الخليط ففيه اهتزاز في الار بي ام. مؤشر الار بي ام او عدد اللفات تلاقيه عمال بيعمل كده، بيتهز كده، مش ثابت. هو الطبيعي انه يكون ثابت في مكانه مثلا على 800 او 750 او 900 ايا كان، فمؤشر الار بي ام ثابت تحت الواحد، لا تلاقيه عمال بيعمل كده معاك، بيتهز الهزه دي، او يطلع وينزل تاني ويقعد يتهز كده. انت عندك مشكله في الخليط او في ما يسمى بالميس فاير. احنا بقى كشغلنا بنسميه ميس فاير، بندخل نعمل حاجه اسمها ميس فاير كاونتر، ان احنا بنبدا نشوف الاربعه سلندر فين السلندر اللي فيه مشكله. طب ازاي اكتشف ان انا عندي مشكله او حاجه في المشكله الثانيه اللي هي الخاصه بالقواعد؟ حضرتك بتجيب كوريك العادي اللي انت بترفع بيه العربيه اليدوي ده، ودخله تحت المحرك وارفع العربيه بالكوريك ده. لو لقيت الاهتزاز ده بتاع اللي انت حاسه جوه الصالون ده، لقيت الاهتزاز ده اتمنع وقل، وبمجرد ما بتنزل الكوريك تاني الاهتزاز بيرجع من تاني، يبقى انت عندك قاعدة ضعيفة. وقلنا قبل كده القواعد يا جماعة ما بيتبصش عليها بالعين المجردة، لان ممكن تكون القاعدة ظاهريا سليمة لكن هي ضعفت، الخامة بتاعتها المطاط بتاعها ضعف. هي مش لازم تكون مشقوقة نصين قدام سعادتك كميكانيكي عشان تقتنع انها فيها مشكلة. هي ممكن تكون سليمة كبادي بس هي ضعفت، ما بقتش قادرة تتحمل اهتزازات المحرك، فالعميل او صاحب العربية حاسس برعشة جوه العربية. يبقى عشان تكشف المشكلة بتاعت القواعد كوريك، حمل المحرك سنة بسيطة، هتلاقي العربية بقت ناعمة. مجرد ما بتنزل الكوريك تاني ترجع تلاقي الاهتزاز رجع من تاني، كده انت عندك مشكلة في قاعدة من القواعد. والمشكله الاولى زي ما قلت لك مشكله الخليط هتلاقيها دايما مصحوبه باهتزاز في مؤشر الار بي ام، واحنا بنكتشف ده عن طريق الميس فاير كاونتر بجهاز الاعطال. ادي كده اختصار المشكله ببساطه. وبالمناسبه عشان تكون فاهم مشكله الميس فاير، يا بوجيه يا سلك يا موبينا في العربيات اللي فيها سلوك بوجيهات، في العربيات مثلا زي الكيا والهيونداي السيراتو والالنترا، يا موبينا يا بوجيه. شكرا، انتهينا على كده، مشكلتك خلصت، ولا فلاتر ولا تنظيفات ولا كلام ولا العك الفاضي ده كله. بس اتمنى ما اكونش طولت عليك. سلام عليكم.